تقبلتي صافي راه غادي تنجح. لا، من الناحيه المعرفيه، من ناحيه الثقافه العامه، ومن ناحيه الشكل. حاول انك تصيغ واحد الوصف انك علاش بغيتي تدخل التعليم. كمثال انا دخلت التعليم حيت الاب ديالي استاذ شفتو، ولا تلبس شي حاجه اللي سامبل. دابا التعليم الابتدائي فاش كتقبلوا راه ما كيلحقوش في المدينه، كيلحقوا في الجبال. زعما حشموش منها، جاونيش نسولها وما تقبلهاش. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله خاص بالمدرسه العليا للتربيه لينيس وليزيف ديال الاساتذه اللي كيتخرجوا منها اساتذه في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم الاعدادي. بالنسبه لهاد المدرسه كيف ما كتعرفوا الاعلان ديال النتائج ديال غادي يكون اليوم نهار 7 شهر 9. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش انكم تشوفوا ريوسكم واش نجحتوا ولا ما نجحتوش مع النتائج غادي يتلاحوا اليوم. غادي نبارطاجي معكم كيفاش تدخلوا لو سيت، وكيفاش تعرفوا ريوسكم واش تقبلتوا ولا ما تقبلتوش، وايضا كيفاش غادي دوز المراحل ديال الشفوي. اول حاجه غادي نبداو بها هي المراحل ديال الشفوي. كيف ما كتعرفوا بلي النقطه ديال الباك ديالكم كتشكل 60% من المعدل ديال الانتقاء. يعني الا شتي راسك تقبلتي، يعني ديك النقطه اللي جبتي في الباك كتشكل 60%، كتبقى لك 40%. ديك 40% كترجع لبزاف ديال العوامل. راه فايت لي درت لكم فيديو على كيفاش انكم تحضروا المباراه ديال التعليم، غنخليه لكم هنايا دخلوا تفرجوا فيه، وغنزيد نبارطاجي معكم هنايا شي حوايج اخرين خاصكم تردوا لهم البال في المقابله ديال الشفوي، باش انكم ديك 40% تجيبوها كامله. واخا الناس عندهم نقطه طايحه، كاين بزاف ديال الناس غيتقبلوا عندهم 15، وكاين ناس اخرين غيتقبلوا عندهم 12. الا مشاو كمثال كيركزوا على ديك 60%، اغلبيه الناس غيتقبلوا غير صحاب النقط اللي طالعين. داكشي الناس اللي عندهم نقاط هابطين يركزوا بزاف في هذا الفيديو. حاولوا انكم تضبطوا المقابله ديال الشفوي، وما تقولش صافي راك تقبلتي صافي راه غادي تنجح. لا، خاصك توجد المقابله ديال الشفوي من الناحيه المعرفيه، من ناحيه الثقافه العامه، ومن ناحيه الشكل. بالنسبه من ناحيه المعرفيه راه داكشي كيرجع على حسب التخصص ديالكم. كيسولوكم لي كيستيون الا كنتي في التعليم الثانوي على لانفورماتيك. اغلبيه في لانفورماتيك كيسولوكم كيقول لكم علاش اختاريتي لانفورماتيك، اشنو كتعرف في لانفورماتيك. يعني حاول انك تبين ليه بلي انت الدومين عارف فيه بزاف ديال الحوايج، عارف لي لونغاج دو بروغراماسيون، عارف السيستيم كيفاش داير، كيفاش كنديروا بروجي، اشنو هما المراحل اللي كيمر منهم. يعني خاصكم تكون عندكم على الاقل فكره عامه. وايضا بالنسبه للاس في تي، بالنسبه للمات، بالنسبه للفلسفه، بالنسبه للونجلي، بالنسبه للفرنسي، كاع التعليم الثانوي ركزوا بزاف على المعارف ديال التعليم الثانوي، حيت كيسولوكم داكشي في التخصص. يعني ركز على التخصص ديالك باش انك تشد بلاصتك. اما بالنسبه للتعليم الابتدائي كيسولوكم شويه على العربيه، شويه على الفرنسي، شويه على الثقافه العامه، شويه على التاريخ ديال المغرب. يعني خذوا فكره من كل شيء. رجعوا لذاك الفيديو كما قلت لكم، راه بارطاجيت معكم بزاف ديال الحوايج تما غادي يفيدوكم. اما من ناحيه ديال الثقافه العامه راه كيسولوكم اسئله بحال اش كمثال كيقول لكم انت كتكون شنو هو التاريخ ديال المسيره الخضراء، عيد الاستقلال، المراحل ديال الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه. يعني كيسولوكم على الثقافه عامه بزاف ديال الحوايج خاصكم تكون عندكم درايه خاصه في المغرب. وايضا غادي يسولوك يقول لك شنو هو الهدف ديالك، علاش دخلتي للتعليم. حاول انك تصيغ واحد الجمله، ولا حاول انك تصيغ واحد الوصف انك علاش بغيتي تدخل التعليم. كمثال انا دخلت للتعليم حيت الاب ديالي استاذ وشفتو عاجبني الدومين وكبرت فيه وكذا 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 وكذا. هادشي حاول انك تقوله باللغه العربيه الفصحى وباللغه الفرنسيه، حيت يقدر يسولك بالفرنسي يقدر يسولك بالعربيه، خاصه الا كنتي في التعليم الابتدائي عول على جميع الحالات. اما الا كنتي في التعليم الثانوي كانوا التخصصات راه غيسولك فرنسي، هادي راه باينه. كنتي لغه عربيه دفعتي للتعليم الثانوي اللغه العربيه راه غادي يسولك بالعربيه، الفلسفه غيسولك بالعربيه، الاجتماعيات غادي يسولك بالعربيه. ولكن بالنسبه للابتدائي عندكم يعني عندكم هكا ولا هكا، انت وزارك تحطي في الفرنسي غيسولك بالفرنسي، تحطي في العربيه راه غيسولك بالعربيه. يعني تحطي في لي بروف اللي كيسولوا بالعربيه راه غيسولك بالعربيه. يقدروا كاع يسولوك شويه بالفرنسي شويه بالعربيه، يقدروا يعطوك جمله بالعربيه يقول لك ديري الاعراب ديالها. يعني ركزوا بزاف على الاساسيات ديال التعليم. ماشي بالضروري تكون شي حاجه تكون النيفو ديالك طالع، ولكن على الاقل فاهم، على الاقل عندك فكره. كل كما كيقولوا كل ماده عندك منها شويه، ماشي تركز على حاجه وحده، حيت يقدر ما يسولكش كاع على ديك الحاجه اللي ركزتي. خذ شويه من التركيب، شويه من صرف التحويل، شويه من الفهم، شويه من الاعراب، شويه من كونجيغيزون، شويه من الفهم. يعني شويه من كل شيء، شويه من الرياضيات، داكشي ديال الساعات كيفاش تحول من الدرهم الريال، من الريال للدرهم، تاع هادو خاصكم تعرفوهم ركزوا عليهم. وايضا راه كيقول لك كمثال وصف لي المدينه ديالك فين ساكن الى اخره. يعني ركزوا على بزاف هاد الحوايج. اما من ناحيه ديال الشكل حاول انك نهار تمشي دوز الامتحان تلبس واحد القميجه ديالك، ولا تلبس تيشيرت، ولا تلبس شي حاجه اللي سامبل ما يكونش فيها اللوغو، ولا يكون فيها شي حاجه. ما تمشيش عنده لابس هنايا نونوسا، ولا لابس هنايا اللوغو ديال الريال، ولا اللوغو ديال البارسا. لا،
سي لابس واحد البدله اللي هي سامبل ما فيها لا لوغو لا والو، سامبل. لبس سروال جين سروال كحل شي حاجه سامبل، سبرديله ديالك سامبل، وسير دوز المقابله ديالك. بالنسبه للحسنه حاول الا كنتي كتحسن شي حسنه اللي هي باينه، حاول ان داك النهار ديال المقابله مشط شعرك قادو ما تخليهش مخربق. وبالنسبه للبنات حاولوا حتى نتوما تلبسوا واحد اللبس اللي هو محتشم، ما تلبسوش شي حاجه اللي اتيري اللي غادي يخلي الاستاذ يبدا يشوف فيك، ولا يقدر يقول لك علاش لابسه هاد اللبس، ولا واش هادشي هاد اللبس اللي لابس. يقدر يسولك في وجهك يقول لك واش هاد اللبس غادي تقدري انك تلبسيه قدام تلاميذ ديال التحضيري والثاني والثالث، حيت انت كتعتبري عبره قدامهم. دونك خاصك تمشي لابسه واحد اللباس اللي هو محتشم مزيان، طالقه شعرك جمعيه، لابسه الزيف مزيان. كتلبسي سروال جين حاولي انك ما تلبسيش سروال جين مزير، المهم لبسي شي حاجه اللي هي محتشمه وما تكونش كتاثيري دوك الاساتذه باش ما يسولوكش، حيت راه ما هادشي حشموا منك غادي يقول لك واش هاد البدله غادي تجي بها تقري بها التلاميذ. حيت كاين بزاف ديال الناس كمثال في الدواور والى اخره. حيت دابا التعليم الابتدائي فاش كتقبلوا راه ما كيلوحوكمش في المدينه، كيلوحوكم في الجبالي، كيلوحوكم في البلايص النائيه، وهادوك اشنو ما كيكونوش كيف ما كيقولوا متفتحين. يعني ما غاديش تجي استاذ لابسه سروال جين مزير وقميجه مزيره وطالقه شعرها ودايره المكياج الى اخره. هي حره في راسها بيان سيغ، ولكن راه غادي توصل لينا دوك القيم للتلاميذ والدراري الصغار. حتى واحد ما غادي يرضى ان ولدو ولا شي حاجه بحال هكاك يلاه يكون كيقرا في التحضيري ويجي للدار ويبدا يماكي الى اخره. يعني خاصكم تردوا بزاف البال لهاد القضيه. هاد يقدروا يسولوكم راه واحد البنت داكشي اللي كانوا قالوا ليها، قالت لي واحد البنت، ديك البنت اللي قلت لكم ديجا راه بارطاجيت معايا المعلومات على لي نيس ولي زيف، قالت لي هادشي اللي قالوا ليها. يعني مشات لبسات وتقادات كتسحب راسها غدا للعرس، وما زعما ما حشموش منها، جاو نيشان سولوها وما تقبلاتش. يعني ردوا البال لهاد القضيه. المهم الا مشيتو تدخلوا لو سيت يقدر يخدم لكم يقدر ما يخدمش لكم على حسب ودابا غادي الضغط. ندوز معكم المهم ملي كيفاش كتدخلوا أنكم لو سيت راه غادي يطلع تشوفوا لكم واش بحال تقبلتوا هكا. يعني واشنو الا كنتو غادي يطلع تقبلتوا لكم الا الا كنتو دفعتوا تقبلتوا وهادشي لي ناس كاين. ولي زيف راه غادي تدخلوا للبلاصه فين دفعتوا، وغادي يطلعوا لكم. غادي تختار شي وحده فيهم من بين هذوك اللي دفعتي. ملي غادي تضغط عليها غيطلعوا لك بحال هكا. يعني يطلعوا لك باللي تقبلتي، غادي تلاقى باللي تقبلتي. الا ما تقبلتيش ما كيطلعش لك كاع نهائيا باللي خاصك تنزل الدعوه. كتكون عندك هنايا تنزيل الدعوه. يعني كتمشي اول حاجه كتلاقى باللي راسك تقبلتي، كتطلع لك هنايا المدرسه اللي تقبلتي فيها، كدير تيليشارجي باش تيليشارجي داك الاستدعاء. داك الاستدعاء هو اللي غادي تدي معاك نهار اللي غادي دوز فيه الامتحان الشفوي. حيت كيف ما قالوا لكم تما في الملاحظه خاصكم تديو معكم ضروري هذا الاستدعاء، بالاضافه البطاقه الوطنيه او جواز السفر. يعني الا كنتي جاي من شي دوله اخرى خاصك تجيب معاك جواز السفر ديالك. اما الا كنتي مغربي راه غادي دي معاك غير لاكارت ناسيونال ديالك صافي، وغتمشي دوز الشفوي ديالك. حنايا دابا غادي نضغطوا على تنزيل الدعوه باش نشوفوا كيفاش غادي تكون هاد الدعوه واشنو هما المعلومات اللي غادي تلاقاو فيها، وكاع دوك المعلومات اللي غادي خصكم تكون عندكم درايه بها. كيف ما كيبان لكم بعد ما دخلنا الدعوه، هذه الدعوه ديال العام فايت ديال 2022 2023 نتوما غادي تلقاو 2023 2024. بالنسبه اشنو الحوايج اللي قالوا لكم هنايا، قال لكم اول حاجه من بعد ما تدخل الدعوه ديالك غادي تمشي لو سيت ويب ديال الجامعه ولا المدرسه العليا للتربيه والتكوين ديال اكادير، وغادي تمشي تشوف متى عندك المقابله ديال الشفوي، او لا غادي تواصل معهم في النمره ديالهم غادي تلاقوها في لو سيت. حيت دابا عندكم المقابله الشفويه العام فايت كانت عندهم من نهار 15 حتى نهار 17. يعني ماشي كلشي دوز في نفس النهار، غادي تشوف اش من نهار جيتي وغادي تجي دوز فيه المقابله ديالك. تقدروا تلاقاو الضغط ما تلاقاوهمش كيجاوبوكم في التليفونات، كونوا هانيين تسناو حتى يدوز النهار الاول وعاودوا صونيو ليهم ولا سيروا عندهم البلاصه فين غادي تدوزوا. داكشي على حسب المنطقه الجغرافيه ديالكم وكيعطيوكم البلاصه فين غادي تدوزوا. بالاضافه لثاني حاجه قالوا لكم خاصكم تجيو قبل بنص ساعه. يعني ضروري قبل بنص ساعه تكون في المقر باش انك تدوز الامتحان. ثاني حاجه قالوا لكم ممنوع منعا كليا انكم تجيبوا معكم شي نقله في الوقيته ديال المقابله الشفويه. يعني انتردي تديو معكم شي نقله ولا تدي معك شي حاجه اللي غادي تنقل بها تلقائيا كيف ما غادي يشوفوها عندك راه غادي يقصوك من المقابله. وزيد عليها خاصكم تديو هذا الاستدعاء. ردوا البال الاستدعاء ضروري هو ولا كارت ناسيونال. وهذا ما كان. نتمنى الفيديو كان الاعجاب ديالكم. الى الفيديو عجبكم ما تنساوش ديروا واحد لايك وواحد سبسكرايب. الى كان عندكم شي تساؤل كيف ما كان خليوه ليا في لي كومونتير ولا جيو عندي الانستغرام غتلقاوه في اول كومونتير وفي صندوق الوصف. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. واللي وصل للاخر ديال الفيديو شكرا بزاف على التشجيع ديالك انك بقيتي صابر وتفرجتي حتى لافان ديال الفيديو. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله والى اللقاء.